ويلمعه لك على السوشيال ميديا، يقول لك بص البطل الفلاني اللي خد مش عارف ايه. بس هو اصلا ده الجانب المظلم ما وراء الكلام ده كله، السعي وراء السوبرمان. طب تيجي تقول لي طب ازاي الناس دي بتشوف الكلام ده كله وبتكمل؟ اولا في ناس ما تبقاش عارفه ده من الاول فبتخش وهي مش عارفه. فالفكره بقى ان احنا نبقى بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس اصلا اللي هي هتخش في حاجه زي كده ما تخشش، في مصايب مستنياك. حلو. فده المصايب اللي هي ورا الاسترويدز الناس ما بتقولهاش. هتلاقي حاجه ثانيه اسمها الام او ان او برسنتج هاي. ايه الرقم ده؟ تحس ان هو عادي. هرمونات الانوثه في العالي، هرمونات الذكوره منخفضه، وكل الكلام ده تلاقي الجسم ايه كده فورم. الجسم ربنا خلقه طبيعي ان كل رقم معين من التستوستيرون في نسبه معينه منه بتتحول لاستروجين. الاروماتاز، طب حلو، ناخد بقى حاجات مضادات للاروماتاز اسمها انتي ارمادكس اللي هو ياخد مضادات ارمطه، فدي تحاول ان هي تخلي الانزيم ده ما يشتغلش عشان ما يحصلش تحول، فياخده عشان يقلل المشكله والمصيبه اللي هو بيعملها. فتلاقي ان الكبد عمال انزيماته ترفع، الكلى عماله انزيماتها ترفع، تفضل شاغل نفسك. وحرفيا لو الدكتور او المدرب شال ايده منك انت عادي، انت ممكن تموت عادي بسبب حاجات كده زي ارتفاع الانزيمات وغيره. ليه ربنا اصلا ما خلقناش ان احنا بناخد تستوستيرون عالي قوي قوي قوي؟ وايه اللي بيحصل الناس اللي ما بتقولوش مثلا في الحاجات بتاعت البطولات بقى، اللي هو لما انا باخد تيست ايه اللي بيحصل لي وانا في الفتره دي، غير بقى الامراض والمشاكل اللي احنا قعدنا نتكلم عليها دي كلها. فكده كده الجزء ده بيكون فيه جزء كبير جدا من الهرمونيه. ايه الهرمونيه بتاعته؟ ان انت بتلعب في جسمك، بتلعب في الهرمونات بتاعتك، بتلعب في طبيعه جسمك اصلا ربنا خالقها، وده هيعود عليك اصلا بضرر في الاخر. يعني بيعود عليك ان انت في الاخر بتدمر صحتك وحياتك. طيب هنا الفكره ان انت تكون بقى وانت في نص البروسيس، يعني لو انت في نص الموضوع ذات نفسه، ايه اللي بيخلي الناس دي اصلا تكمل؟ ما هو خلاص عارف الكلام ده. ليه؟ لان هو بيعمل تحاليل ومتابع وبياخد كميه الحاجات التانية اللي بتعمل عكس الكلام ده. الكبد والكلى انزيماتهم عاليين فبياخد حاجات عكسها، البرولاكتين عالي فبيبدا ان هو امتى يوقف وامتى كده. ليه بيعمل كده اصلا؟ ادمان. يعني ايه ادمان؟ في مرحله ما لما الشخص بيوصل ان هو بيكون عامل زي السوبرمان، انت ما دام خدت القدره دي عمرك ما هتعرف تسيبها. تخيل كده انا جبتك قلت لك انت هتكون عامل زي سوبرمان، هتمشي في الشارع حجم جسمك ضخم وعضلاتك منفوره وعروقك باينه، والناس كلها وانت ماشي في الشارع عمالين يبصوا عليك، تحس ان انت حد مختلف عن الناس كلها. بنلمعك وبتطلع المسرح وبنصورك وبتبقى انت واحد ناس بتقول ايه ده، ايه ده طبيعي ولا بياخد استرويد؟ والناس بقى تفضل تتجادل عليك. فانت في الحته دي بتحس ان الاضواء كلها عليك متسلطه عليك، فتحس ان انت سوبرمان، وجسمك تبص قدام المرايه اوه ما تفكش غلط. فلما انت بتخش في الحته دي بتحس ان انت خلاص انت مدمن، فانت ما بتعرفش تسحب الجرعه اللي الناس مديها لك. دي حاجه. تاني حاجه الجرعه فعلا اللي بتحصل جوه مخك اللي هي ايه؟ لما انت بتعمل انجاز زي ده كبير، ولا لما بتبني عضلات زي كده، جسمك بيبدا يفرز هرمون زي الدوبامين، وده هرمون بتاع السعاده. جسمك بيفرزه. حلو. عشان ايه بقى؟ عشان انت حققت انجاز، وطبعا ده انجاز رهيب وفي وقت قليل. فانت جسمك بيبدا اللي هو انت واخد كميه هرمونات سعاده ولا اكنك واحد بتضرب مخدرات. حلو. تاخد الجرعه، تروح التمرين، تبص على نفسك عضلاتك نفره كلها، انت في قمه السعاده، انت سوبرمان. ناس بصلك بتقدرك، انت ذات نفسك شايف نتيجه رهيبه في وقت قليل. فما بتعرفش ان انت تبطل حتى لو انت عارف المخاطر. وده بالظبط اللي بيحصل للناس اللي ايه؟ اللي بتاخد اي حاجه بتضربها، حتى لو بيشرب سيجاره ولا بيشرب اي حاجه مضره. يقول لك على فكره انا لو عايز ابطل من بكره اي حاجه من الضرب اللي انا بضربه ده انا هبطل. ده الناس اللي بتشرب مخدرات، بس هو عارف ان هو اصلا مش عارف. نفس الفكره بالظبط. على فكره انا لو عايز ابطل استرويدز انا هبطل، بس هو مش عارف يبطل. هتلاقيه بيسيب نفسه، بتلاقيه بيبقى عارفين توم وجيري لما الحته اللي هي بتاعت لما خدش طبق كده وقام شربه فجسمه قعد يكبر يكبر فالفار حجمه كبر فمسك القط فيه يضربه كده يضربه كده، فاكرين الحته دي؟ تمام. ده اللي بيحصل بالظبط. هو بياخد الاسترويدز، يشرب، جسمه ايه؟ بينفخ. اسحب منه الجرعه، جسمه بيبقى عامل ازاي؟ ليه؟ الجرعات المهوله اللي كانت موجوده انت عمرك ما تعرف تفضل تديها كل يوم على طول، فتلاقي جسمك بيخس. طب يا كابتن ماجد الناس اللي بنشوفهم على طول على الانستجرام دول فورمتهم على طول كده، يا باشا هو بيقعد فتره في السنه ماشي بيطلع بطوله، جسمه بيبقى كده، بياخد فوتوسيشن تكفيه 10 سنين والله، عشان بس تبقوا عارفين القصه بس دايره ازاي. بياخد فوتوسيشن تكفيه 10 سنين، بيتصور ويفضل بقى مقطع الحاجات دي فيديوهات وصور وحاجات، ويفضل قدامك طول السنه هو مبين نفسه ان هو بطل قدامه.
تمام. في ناس بتبقى صريحه على السوشيال ميديا وترجع تقول ايه انا بحاول ارجع تاني وبتاع وكده وده جسمي دلوقتي وبحاول ارجع، بتلاقي جسمه رفيع جدا. حلو. ولو حد متابع هيلاقي ناس بتعمل كده. بس هو في الحقيقه هو طول السنه عايز يبان قدامك ان هو ايه؟ ان هو ما حصلش، على طول في مسرح، على طول جسمه ناشف، على طول حجمه ضخم، على طول كذا كذا كذا. ولكن هو فعليا ايه اللي بيحصل؟ هو مبطل وجسمه ارفع منك دلوقتي وعنده مشاكل صحيه اكتر منك وانزيمات الكبد والكلى والتستوستيرون قليل والبرولاكتين عالي، وكل ده ليه؟ عشان هو استخدم حاجه غلط في الفتره دي. اقصى جزء من الانتكاسه اكتئاب مزمن. اكتئاب ايه؟ اكتئاب. بص في البتاع ده، لا ده انت مش سحبت مني سوبرمان، ده انا بقيت اضعف من الانسان العادي، ده انا بقيت حجمي صغير، ده انا بقى عندي مشاكل صحيه ومشاكل في الكبد والكلى. فكل الكلام ده بيبدا ان هو تراكمات وايه. في ناس بتطلع منه طريقه ما صح، وفي ناس ثانيه ما بتعرفش تطلع منه. في ناس بعد الكلام ده ممكن تخلف، في ناس ايه ما بتخلفش. الموضوع عامل زي الجامبلينج، زهر ترميه ممكن يجي على 6، ممكن يجي على 5، ممكن يجي على 4 فيجي رقم عالي فحياتك تكمل، وممكن تموت، وممكن تفقد حاجه من اللي عندك، ممكن يبقى عندك مشكله، ممكن يزود الخلايا السرطانيه في جسمك، ممكن تيجي تقول لي بس يا كابتن ماجد ده انا اعرف كذا ومتابع مع دكتور هرمونات ومتابع مع مش عارف مين او بلاش كده، ده احنا كده بنتكلم في ليفل عالي يا جدع. دكتور متابع مع دكتور، احنا هنا في تلاقي في الجيمات ولا مثلا الناس يقول لك انا بحضر بطوله ومش عارف ايه، فيجي يقول لك ايه تعالى بس احضرك بس واطلعك بطل. حلو. هو مدرب عامل نفسه كل حاجه في كل حته، استرويدز بيضرب مش عارف ايه الكلام ده كله عشان ما فيش رقابه. لكن هل هو اصلا ينفع مدرب يدي لواحد استرويد؟ دكتور هو اللي بيعمل كده بس. الهسترويدز دي اصلا والهرمونز معموله لاستخدامات طبيه، فبداوا يدخلوها بشكل ان ايثيكال بحيث ان هي ايه تستغل للرياضه. لكن هل هي الرياضيين؟ لا، هي معموله اصلا ليه؟ لاستخدامات طبيه. واحد عنده هرمون الذكوره قليل فبيبدا ان هو ياخد جرعات قليله، لا هو ياخد الجرعات كبيره عشان يبني عضلات. تمام. الاندوكراين سيستم، فهتلاقي كل الهرمونز نازله. هرمون زي تي اس اتش، ثايرويد ستيميليتنج هرمون، ده هرمون بينظم الغدة الدرقية تفرز هرمونات عاملة ازاي. هتلاقي فيه هرمونز في مجرى الدم زي هرمونات الدرقية ذات نفسها، ما ده راح ينظم هرمونات الدرقية عشان يقول لها انت بتفرزي قد ايه، افرزي كتير ولا افرزي قليل. فهنا عندنا فيه هرمون زي التي 3 والتي 4 هتلاقيها موجودة. هتلاقي فيه هرمونات زي هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة. حلو. تيست، وهتلاقي فري تيست. ماشي. تلاقي كتير جدا من الهرمونز موجوده كلها في الجسم، كله بيصب هنا. جميل. طيب فانت عندك هرمونات وعندك معادن وفيتامينات وعندك بروتين وكاربوفاتس اللي هم في الاخر وصلوا لاحماض امينيه وجلوكوز وفاتس. حلو. كل الكلام ده في الاخر بيحصل له داتا اناليسيز من مين؟ من المخ. فين؟ في الهايبوثالاموس. حلو. الجزء ده بيعمل داتا اناليسيز. انت سبحان الله دماغك جواها معمل، البرج كده جواها معمل وافضل منه مليون مره. ده بيعمل داتا اناليسيس بشكل ايه؟ لحظي. السكر بتاع دمك قليل، يبدا ان سكر الدم ايه؟ يزيد. طب منين؟ يبدا ان هو ياخد من المخازن الجلوكوز اللي متخزنه في هيئه جلايكوجين اللي بتخزن في الكبد والعضلات، صح كده؟ طيب بياخد منها يقوم موديها فين؟ في مجرى الدم. فالسكر اللي كان قليل يرجع يظبطه تاني بعد ما كان قليل. نفس اللي بيحصل ده يقدر ان هو برضه يحصل في الهرمونات اللي عندنا دي. هرمون عندك قليل، يبدا المخ يدي اشاره لمين؟ للبيتيوتري. ده يدي اشاره لمين؟ للبيتيوتري، يديله المعلومات وتحليل البيانات ان انا عندي دلوقتي نقص في هرمون التست. طب انا التستوستيرون عندي نسبته من كام لكام في اليوم؟ نسبته طبيعيه من 300 او من 280، ده المينيمم، لحد 1000 او 1100 نانو جرام بير ديسيليتر بير داي. يعني ان افريج كده انت بتتكلم ماشي اقل حاجه من 280 لحد كام؟ لحد 1100. تمام. دي النسبه الطبيعيه للهرمون زي هرمون التستوستيرون. طب الرقم في الجسم قليل، يعني انت عندك الرقم سي مثلا 150. حلو. فيبدا يحصل داتا اناليسيز، والله انا عندي الهرمون ده ايه؟ قليل. فيبدا الجسم يعمل استشعارات فياخد باله ان انا عندي الهرمون ده قليل في الجسم. فداتا اناليسيز، المخ يحلل البيانات، يبعت اشاره لمين؟ للغده النخاميه. الغده النخاميه تبعت هرمون
للخصيتين عشان تفرز هرمون تستوستيرون اكتر. فلما تفرز هرمون تستوستيرون اكتر ده يبدا يزيد 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 يرتفع لحد ما يخش في الرينج ده، فيكون الرقم بتاعه المناسب. بقى 400 500، فالمهم بقى في الدم زي مثلا 400 نانو جرام بير ديسيليتر، ويبدا يزيد لحد ما يوصل للنسبه الطبيعيه بتاعته ويخش في الرينج بتاعه. وتبدا الغده تؤمر الخصيتين ان هم يتوقفوا عن العمل. يتوقفوا عن ايه؟ العمل. ليه؟ لان خلاص انا خدت الاحتياج اليومي بتاعي، الدنيا تمام. يجي بقى اللي يحصل والمشكله الكبيره، ودي برضو حاجه هنقولها برضو تاني بس بشكل اكبر ومكثف في اخر المحاضره، وهو الناس اللي بتاخد سترويدز من بره. يجي الشخص ده ياخد سترويد من بره، جميل؟ فهنا يبدا يعمل خلل في الجسم والهرمونات الداخليه للجسم. ليه؟ هو كشخص طبيعي المفروض ان هو يدخل رقم معين من الهرمون ده يوميا طبيعيا. الجسم بيفرز الهرمونات دي بشكل طبيعي. يبدا ان هو ياخد هرمون خارجي. طب هل هو هياخد هرمون خارجي مثلا 500 نانو جرام بر ديسيليتر؟ بيدخلك اضعاف الاضعاف الاضعاف الاضعاف، جرعات مهوله. ليه؟ عشان هو عايز يدخل رقم اكتر من الخصيتين قادره انها تفرزه. فبياخد هرمون اصطناعي، نفس الهرمون ايه اللي الجسم بيفرزه بالظبط. فلما جسمك بيشوفه ويتعرف عليه بيفتكر ان هو ده الهرمون اللي الجسم فرزه، فيقول لك والله ده زي الفل، النهارده احنا جسمنا عامل اداء زي الفل، الله اكبر. فيقوم الغده عندي اللي في المخ والمخ عندي يبدا ان هو يبعت اشارات للخصيتين ان هي تتوقف عن العمل. ليه؟ اصلا انا والله عندي اللي مكفيني. انت مدخل سي مثلا 10000 يونت، سي مثلا ايا كان، يعني لو هنا مثلا 400 نانو جرام بر ديسيليتر، سي مثلا 10000 بدل 400. حلو؟ او اضرب ارقام بقى ايا كانت الجرعه اللي هو بياخدها بناء على الجرعه بياخده كام، بياخد قد ايه. جميل؟ فالجسم ايا كان فوق الرقم ده هو بيقول له خلاص كده انا خدت كفايتي. فتبدا الخصيه تتوقف عن العمل. اليوم اللي بعده ياخد تاني، بعد كده الخصيه تتوقف عن العمل. يبدا ماشي على السايكل دي مثلا لمده شهور، وهنا الخصيتين ما بتشتغلش. فيبدا ايه اللي يحصل؟ يبدا ان الخصيه تبدا ان هي حجمها يتقلص، وتبدا ان هي تبطل ان هي تفرز الهرمون بشكل طبيعي. فاحتفاظها على السبرم اللي هو الحيوانات المنويه يبدا ان هو يقل. فيبدا ان هو يعمل مشكله في الانجاب، دي حاجه. فبيعمل مشكله في الانجاب ليه؟ عشان حجم الخصيه بدات ان هي تقل، فاحتفاظها بالحيوانات المنويه اللي مسؤوله عن الخلفه مش عارفه، مفيش كميه قليله. فدي حاجه. الحاجه اللي بعديها ان هو اصلا المصنع بقى مهجور. الخصيتين ما بقوش اصلا شغالين لمده شهور. اصل المخ عمال يقول لا انا الحمد لله انا عندي اللي مكفيني. ما هو انت واخد الهرمون من بره بس جسمك شايف ان هو ايه؟ نفس الهرمون. فبيبدا ان هو يخلي الخصيه ما تشتغلش. انا عندي اللي مكفيني، وطول ما انت مديله اللي مكفيه هو مش هيبذل مجهود عشان ايه؟ تديله تاني وهو اصلا عنده اللي هو محتاجه. فهي مش شغاله مش شغاله مش شغاله. فيبدا بقى لما هو يوقف السايكل بتاعت الهرمونز اللي من بره يقول لك انا هعمل كورس تنظيف، يعني الكلام ده كله. فيبدا ايه؟ ان الهرمونز اللي موجوده بالرينج الطبيعي عمرك ما تعرف ترجع لها على طول تاني يوم بعد ما توقف الاسترويد. ليه؟ انت المصنع انت موقفه، والرجاله كلها اللي كانوا شغالين في المصنع اتقفل مش شغال. فلما تيجي توقف وترجع تاني تلاقي ان نسبه الهرمون بدا يقل، ممكن يوصل ل 35 نانو جرام بر ديسيليتر، ورقم قليل جدا. وممكن يقل اكتر من كده. شايفين الرقم ده؟ ده الرينج بتاع الرجاله من 280 ل 1100 نانو جرام بر ديسيليتر. يجي بعد السايكل يلاقي 35. مين هنا بقى اللي بيزيد؟ هرمون الانوثه. تلاقي ان هو ايه؟ طاير. حلو؟ طيب عارفين اصلا الرقم الطبيعي بتاع الرينج بتاع السيدات كام؟ من 45 ل 75 نانو جرام بر ديسيليتر. يعني هو اصلا بعد السايكل ليترلي هرمون الذكوره عنده اقل من الست اللي معاه. فهنا تلاقي ان الدنيا بايظ، فهرمون الذكوره ايه؟ واقع. فدي حاجه اللي هو هرمون التستوستيرون. هرمون الانوثه يزيد، ممكن يجي له هنا تسدي. حجم الثدي ان هو يبدا ان هو ايه؟ يتغير شويه. تلاقي ان الحلمه بدات ان هي تزيد شويه، فيجي له اللي هو ايه؟ الغده اللي موجوده. فعشان كده بيعمل لها استئصال. عشان كده ناس كتيره ممكن تلاقيها تطلع مسرح او حاجه زي كده فتلاقي الغده ايه؟ حجمها باين، فبيروح يعمل استئصال عشان في تسدي. جميل؟ طيب فدي مثلا من ضمن المشاكل اللي موجوده، وغيرها بقى كتير من قصص كتير ليها علاقه بالاسترويدز بتبدا ان هي تعمل مشكله. بمعنى ايه؟
في السايكل ذات نفسها اصلا، حتى الناس اللي بتاخد استرويد من بره عشان تعرف بس الموضوع ده بيدمر الجسم ازاي اصلا وهكذا، ان طبيعي الجسم ربنا خلقه طبيعي ان كل رقم معين من التستوستيرون في نسبه معينه منه بتتحول لاستروجين. يعني ندي مثال مثلا، احنا عندنا لو 100 في 20% منهم بيتحولوا استروجين، فلو 100 تستوستيرون هيتحول مثلا منهم 20. طب لو 1000 يتحول مثلا منهم ايه؟ 200. حلو، ده اللي هو الشيء الطبيعي. فالرينج الطبيعي ده هو جسمك بيتقبله، لان انت كشخص كراجل عادي جسمك اصلا بيفرز هرمون الانوثه، ودي نسبه طبيعيه ما بتاثرش عليك. طبيعي ان اي راجل عنده هرمون انوثه وذكوره في جسمه، زي ما ست طبيعي ان عندها هرمون ايه؟ انوثه وذكوره في جسمها. لكن الرجاله هرمون الذكوره عالي والانوثه ايه؟ قليل. تمام؟ طب الستات هرمون الانوثه عالي والذكوره هو اللي ايه؟ قليل. عشان كده الست عمرها ما تعرف تبني عضلات زي الراجل. ليه؟ عشان اصلا رينج الهرمون عند السيدات من 45 ل 75 نانو جرام بر ديسيليتر، فهو اوريدي اصلا هي ما عندهاش القدره ان هي تبني عضلات زي الرجاله، استحاله. ليه؟ عشان هي عندها هرمون التستوستيرون اللي مسؤول عن البناء العضلي قليل، مش زي الراجل. الراجل عنده اكتر من 10 اضعاف الكميه اللي عند الست. تمام؟ نرجع تاني للحته دي. ايه هنا اصلا اللي بيحصل كطبيعيا؟ كنا بنقول ان التستوستيرون في جزء منه بيتحول الى استروجين بشكل طبيعي. انت جسمك فيه تستوستيرون بشكل طبيعي بيحول نسبه منه الى استروجين. مين اللي بيحول الكلام ده؟ في انزيم في الجسم اسمه الاروماتاز بيحول التستوستيرون الى استروجين. جميل. طب لو انت بتاخد استرويد من بره، هو انت هنا مش بتاخد 100 او 1000، انت بتاخد مثلا 10000، ارقام مهوله. فال 10000 دول مثلا هيتحول منهم كام؟ بدل ما يتحول 200 هيتحول 2000. فرقم هرمون الانوثه بقى ايه؟ كبير قوي. فيبقى هو عارف المشكله ويحاول يحلها بحاجه تانية. يجي يقول لك ايه؟ هو مين اصلا اللي بيسبب التحول من الهرمون ده من التستوستيرون الى الاستروجين؟ الاروماتاز. طب حلو، ناخد بقى حاجات مضادات للاروماتاز اسمها انتي ارمادكس، اللي هو ياخد مضادات ارمطه. فدي تحاول ان هي تخلي الانزيم ده ما يشتغلش عشان ما يحصلش تحول، فياخده عشان يقلل المشكله والمصيبه اللي هو بيعملها. طب هل ده كفايه؟ لا، ما هو انت برضه ستيل في يعني استروجين عالي في الجسم، فيبدا ياخد حاجات تانية مضاده لهرمون الاستروجين، فيقفل المستقبلات بتاعت الاستروجين. يعني ايه؟ يعني الجسم بيكون فيه مستقبلات، بيكون حاجه كده عامله زي الكاس كده، والهرمون يخش كده هو فيعمل الوظيفه بتاعته، فيقوم هو واخد حاجات مضاده تخش هنا جوه في الجسم تاخد مكان مين؟ الاستروجين. فالاستروجين يخش ما يلاقيش مكانه فما يشتغلش، فياخد حاجه تانية ويبقى هو عمال يلعب في جسمه. طيب كل كميه طبعا التستوستيرون اللي موجوده دي هي مش فكره بس ان هي بتبني عضلات، هي بتعمل مصايب تانية. فتلاقي ان الكبد عمال انزيماته ترفع، تلاقي ايه؟ الكلى عماله انزيماتها ترفع، تلاقي زوجة الدم عماله ترفع. الكلام ده انا مش بقوله على فكره كلام وهمي. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كان في كلاينت قبل كده جه، انا اصلا كده ما بمرناش حد استرويد عشان دي ليها حرمانيه يعني، وعمري بعمل كده حتى لو فاهم فيها كويس. ماشي؟ فهنا الكلاينت جه، لو نيجي بصينا هنا مثلا هنلاقي الاي ال تي هو الطبيعي ان هو يكون من 1 ل 40، هو هنا 234، هتلاقيها 234. فدي الانزيمات بتاعت ايه؟ بتاعت الكبد، فتلاقي ان هي مرتفعه جدا. انزيمات الكبد ايه؟ مرتفعه. فهنا ده اصلا ممكن يجي له مشكله وتليف في الكبد، الانزيمات عاليه جدا، فهو غصب عنه هيوقف السايكل اللي هو بيعملها. لو ماشي على ايه لازم يوقف، لان هو كده لو كمل ياخد جرعات الاسترويد اللي هو بياخدها تلاقي الكبد يبدا ان هو يحصل له تليف، يحصل مشاكل، هيوقف. ويبدا ان هو برده بقى ياخد حاجات عشان تقلل الارقام دي. فتلاقي واحد يقول لك انا باخد ليفر 52، حاجات كده بتقلل ايه؟ انزيمات الكبد لما بتزيد. حلو. طيب تلاقي ايه كمان؟ هتلاقي ان هنا الارقام التانية دي بتاعت ايه؟ برولاكتين. ايه البرولاكتين ده؟ هرمون بتاع الانوثه اللي هو ليه علاقه بالرضاعه. هرمون البرولاكتين هنا الطبيعي عند الرجاله مثلا هنا يكون كام؟ من 86 ل 324، هنا 392. تحس ان هي واحده ست في مرحله الرضاعه، هو فوق الطبيعي بكتير، فده رقم كبير جدا. فتلاقي ان هرمونات الانوثه اصلا ايه؟ عاليه. بص هرمون الذكوره مثلا تستوستيرون 6.45 لو، ده لو جدا. فهنا هتلاقي ان الارقام بتاعت هرمونات الذكوره ايه؟ بوم، واقعه. هرمونات الانوثه ايه؟
مرتفعه. فهنا بيبدا ان هو يحصل خلل اصلا في الجسم الداخلي من جوه. فانت عندك الكبد مشكله، الكلى مشكله، هرمونات الانوثه في العالي، هرمونات الذكوره منخفضه، وكل الكلام ده تلاقي الجسم ايه كده فورمه ناشف جدا. فهل ده هو الغرض؟ لا، الغرض هو ايه؟ ان انت صحتك تكون احسن، مش ان انت تعمل ايه؟ مش انت تدمر صحتك من جوه يبقى شكلك من بره هو اللي حلو. ماشي. الرياضه احنا بنعملها ليه؟ عشان تحسن صحتك بجانب ان شكل جسمك بيبقى كويس. فانت ليه تبوظ صحتك وتفضل تاخد في ادويه وهرمونات ومضادات وحاجات وتفضل شاغل نفسك، وحرفيا لو الدكتور او المدرب شال ايده منك انت عادي، انت ممكن تموت عادي بسبب حاجات كده زي ارتفاع الانزيمات وغيره. طيب هتلاقي حاجه ثانيه اسمها الام او ان او برسنتج هاي. ايه الرقم ده؟ تحس ان هو عادي. دي اللي هي اللزوجه بتاعت الدم. تبتدي لزوجه الدم تبدا ان هي تزيد. هتيجي تقول طب ودي بتفرق في ايه؟ القلب ذات نفسه بيبدا ان هو ما يبقاش الدم داخل كده تحس ان هو سايل شويه، لا يبقى عامل زي العسل، تحس ان هو ايه تقيل تقيل جدا في لزوجه. فالدم وهو بيتضخ تحس ان هو القلب بيعمل بالعافيه. عشان كده برضو من ضمن الحاجات تلاقي مثلا واحد لسه مخلص البطوله كده ولا حاجه يقول لك والله الحمد لله البطوله كانت كويسه جدا. هو اصلا هو واقف بقاله ربع ساعه نص ساعه ما اتحركش اصلا. فهو عشان كذا حاجه، اولا زوجة الدم عاليه، ومن ضمن الحاجات الثانيه ان هو عنده عضلات كتير جدا، فعشان القلب يقدر يدي اكسجين ومغذيات لكل العضلات دي فهو اصلا محتاج كميه اكسجين ايه بالهبل. فهو جسمك مش مصمم ان هو يبقى بالحجم العضلي المهول ده عشان تخلي صحتك كويسه تمام. لكن هو ايه السعي وراء السوبرمان. طب تيجي تقول لي طب ازاي الناس دي بتشوف الكلام ده كله وبتكمل؟ اولا في ناس ما تبقاش عارفه ده من الاول فبتخش وهي مش عارفه. فالفكره بقى ان احنا نبقى بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس اصلا اللي هي هتخش في حاجه زي كده ما تخشش، في مصايب مستنياك. حلو. فده المصايب اللي هي ورا الاسترويدز الناس ما بتقولهاش. دايما يجي يقول لك ايه يلمع لك الراجل ويلمعه لك على السوشيال ميديا يقول لك بص البطل الفلاني اللي خد مش عارف ايه، بس هو اصلا ده الجانب المظلم ما وراء الكلام ده كله. طيب دلوقتي ليه التستوستيرون برضو ما ينفعش ان احنا ناخده بجرعات كبيره؟ ليه ربنا اصلا ما خلقناش ان احنا بناخد تستوستيرون عالي قوي قوي قوي؟ وايه اللي بيحصل الناس اللي ما بتقولوش مثلا في الحاجات بتاعت البطولات بقى اللي هو لما انا باخد تيست ايه اللي بيحصل لي وانا في الفتره دي، غير بقى الامراض والمشاكل اللي احنا قعدنا نتكلم عليها دي كلها؟ هو المشاكل النفسيه. يعني ايه؟ يعني الشخص بيكون متعصب جدا مش طايق نفسه. انت كشخص هرمون التستوستيرون لما بيزيد زياده عن اللزوم، لما بيكون في الرينج الطبيعي ده انت شخص نورمال اعصابك عارف تكنترول عليها. لكن لما التستوستيرون بيزيد قوي، هو ده هرمون ايه اصلا؟ هرمون ذكوره صح؟ لما بيزيد عن ليفل معين العصبيه بتكون مفرطه. ده ممكن حد بيكون مثلا معدي جنبه كده بيتنفس يا عم واسع تلاقيه بيتعصب، حرفيا بيخسر اغلبيه الناس اللي حواليه، اصحابه حبايبه كل الناس، حتى مراته يتعصب عليها. ده غير طبعا المشاكل اللي اصلا بتكون موجوده، فدي حاجه اصلا تخلينه هو كفيل يخسرها ماشي. بس غير كده بيكون مشاكل ايه نفسيه. فالمشاكل النفسيه دي بتخليه ان هو متعصب على طول مش طايق حد خالص. ليه؟ عشان التستوستيرون عالي قوي. فلما التستوستيرون بيزيد بيخلي الواحد متعصب. طب ليه ربنا اصلا خلق التستوستيرون والاستروجين في نفس الوقت؟ عشان الاستروجين برضو بيبقى قادر ان هو يخلي ايه الشخص هادي شويه كالم شويه. لكن لو انت كشخص تستوستيرون بس انت هتمشي اي حد يكلمك هتفلقه نصين. فلازم يكون في تستوستيرون واستروجين. طب لو ده زاد قوي يعمل لك مصيبه. طب لو ده بقى موجود واستروجين مش موجود هيبقى فيه مصيبه. فلازم يكون في تستوستيرون واستروجين بالمعدلات الطبيعيه اللي ربنا خالقها عشان انت اصلا ذهنيا تكون عارف تتصرف. لكن لو النسب بتاعت التستوستيرون والاستروجين دي حصل لها خلل، انت بتكون اصلا شخصيه غير الشخصيه اللي انت بدات فيها قبل ما تبدا السايكل. فانت هتكون عصبي مستفز مش طايق حد، انت ذات نفسك مش طايق نفسك، والله مش طايق نفسك اصلا. فدي حاجه اصلا بتخليك تخسر كل اللي حواليك، بتخليك ان انت شخصيا تتغير. فعشان كده مش حلو خالص ان واحد ايه يبدا في استخدام الاسترويدز. غير بقى القصه دي، هو اصلا لو شخص طبيعي بيتمرن طبيعي اصلا الفتره دي بيبقى عامل ايه؟ فتره تنشيف صح؟ فبيقلل كارب، بيخلي الكربوهيدرات قليله وبينزل من المينيمم لاقل من المينيمم ويلعب كارديو كتير ويتمرن ويبدا ان هو ينزل الميه. طيب انت مع الكارب اللي بيكون قليل ده بيحصل ايه؟ عصبيه، مخنوق، متضايق. حلو. وحتى في الفتره دي عشان برضو ناس كتير ما بتبقاش فاهماها ان انت لازم في الفتره دي ان انت تقلل من انتنستي وشده التمرين. ليه؟ لان انت بتكون مدخل كارب قليل وما عندكش طاقه، فانت لو زودت اصلا شده التمرين
فانت ممكن يجي لك اصابه. واصله لك بالظبط كده. حلو. فهنا بقى فتره اسمها ايه؟ اللي ذاكر ذاكر. انت في اخر اسبوع ده انت مش بتتمرن بشده وبتشيل اوزان تقيله عشان تعمل عضلات. هو اللي عمل عضلات عمل. هو الفتره بتاعت الاسبوع قبل التحضيره ده عشان تسحب ميه صح، عشان بناء عليها تطلع على المسرح تبروز العضلات اللي انت عملتها، فتسحب الميه والعضلات تبدا ان هي تزيد. فالكرب لما بيبدا ان هو يقل، تمام، وتبدا تتلاعب في الميه وتزودها، فجسمك يبدا يطرد ميه كتير. حلو. فالفتره دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا ان جسمك يطرد ميه من كميه المضارات البول اللي انت مثلا بتاخدها مع الشرب، سواء مضارات طبيعيه او غير طبيعيه، مع الكرب القليل اللي انت بتاخده، بيبدا ان الجسم يطرد ميه. جميل. وبيبدا ان هو ينشف. فالفتره دي لطرد الميه، مش لفتره ان انت تبني عضلات اكتر، ولا فتره مثلا انت بتخسر الدهون الكتير اللي عندك، لا، ده حاجات تاتشات بسيطه. فهمتني؟ بس فالكلام ده كله بيخلي المود متعصب جدا. حلو. ليه بقى؟ لان اصلا الكارب والاكل اللي حلو والطعم الجميل الكلام ده كله بيعمل ايه؟ بيفرز هرمون السيروتونين اللي هو اصلا مسؤول عن السعاده. طب لما انت تقفل على نفسك الكارب، مفيش هرمون السيروتونين بيتفرز بالمعدلات الطبيعيه، فانت اصلا مخنوق مش طايق نفسك، ما تاكلش اصلا. فاهمني؟ عشان كده بقى تلاقي نفسك اول لما انت تخلص البطوله تقوم واخد مثلا سندوتش برجر، يا لهوي مبسوط وتطير من فرح عليه، سيروتونين بالهبل بقى، هرمون سعاده. هنا اللي بيحصل مثلا عندنا تلاقي مثلا مدرب بيدي واحد سترويد وتعالى انا هخليك بطل والكلام ده كله، فده يقدر يخلي اللاعب اللي معاه يموت اسرع ويحصل له مشاكل اكتر، لان هو اكيد ما عندوش نفس الخبره بتاع واحد بره مصر مثلا، ومعاه بقى ايه؟ مش معاه مدرب واحد هو اللي عامل فيها الدكتور وبتاع التحاليل وبتاع الهرمونات واللي بيمرن هو تلاقي واحد هو الكومبو الجميل، ولكن بره بتلاقي شخص رايح اولمبيا فتلاقي معاه دكتور حقيقي، يعني دكتور بجد، دكتور تحاليل بجد، وعامل بقى ومش عارف ايه، وبيحلل له قبل السايكل وفي نص السايكل كذا مره وبعد السايكل. هنا في مصر بص انت تبدا على طول. حلو. هو اصلا عشان لو حد هيبدا حتى لازم يعمل تحليل قبل وفي النص وبعد عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان نشوف الهرمونات اخبارها ايه. طيب هناك بره لا، ده في دكتور دكتور مش مدرب كده على الله فهم كام حاجه كده وقرا له كام حاجه فيلا، لا، دكتور تحاليل ودكتور بتاع هرمونات وغدد وبيشوف وفاهم التاثير القريب والبعيد، واخصائي تغذيه واخصائي تغذيه علاجيه ودكتور بتاع علاج طبيعي ودكتور عظام ودكتور مش عارف ايه وواحد بتاع تاهيل بدني وواحد بتاع مدرب، وكل الكومبو ده عشان يخلي واحد يبقى بيتاهل لاولمبيا وبياخد استرويدز. ورغم كده تلاقي الناس دي بتموت. بص على السوشيال ميديا الناس اللي هي اللي اتاهلت لاولمبيا هتلاقي فيه السنه اللي فاتت بس بتاع 6 7 كده ميتين. حلو. فالناس دي بتموت ليه؟ هتيجي تقول لي اصل جاله مش عارف ايه، اصله كان بيتمرن غلط. لا يا باشا، هو بسبب الاسترويدز، هو بسبب الاسترويدز بطريقه ما وكذا كذا كذا. مش كل الناس تطلع تقول ان ده بسببه، بس اغلبيه الحاجات بتكون بسبب الاسترويدز. حلو. طيب فهنا انت شئت ام ابيت كده كده هيحصل مشكله بقى انت وحظك، مشكله كبيره تخليك تموت، مشكله نص نص تفقد حاجه من الحاجات اللي عندك، مشكله بسيطه تخليك ان انت تعرف تتعافى منها، وممكن ناس ثانيه ما يحصلهاش اي حاجه زي جي كاتلر مثلا لحد دلوقتي ماشي بيتمرن عادي والدنيا تمام، ما عندوش اي مشاكل وشويه مشاكل صحيه وبعد كده بيخف منها وتمام والايه الدنيا ماشيه وعادي وحياته زي الفل. سؤال بقى، هل انت واثق ان انت ممكن تبقى من ضمن الواحد ل 5% دول اللي ممكن يكملوا حياه صحيه؟ طيب بس ايه دي الفكره. فايا كان مالكش دعوه بحته الاسترويدز، تقدر بدايت وتمرين وصبر والتزام ان انت تظبط ايه؟ الفورمه بتاعتك. دلوقتي مفيش، بعد سنه في تحسن، بعد 2 3 4 في تحسن اكتر. فالفكره كلها ان انت تكمل ايه؟ بشكل طبيعي. وحتى لو جالك عميل وعايز ياخد استرويدز وانت حتى بقيت جامد جدا في الحته دي، وحتى لو قريت كتب وقعدت يا عم مع دكاتره، حتى لو انت اصلا دكتور وفاهم قوي الحته دي، ما تعملهاش. ليه؟ عشان مش حته الخبره بس، عشان حته الحرمانيه برضه ان هو غلط. تمام؟ وبس كده. اعتقد بقى ان انتوا المفروض كده ما حدش ياخد استرويدز تاني، بس نقفل على كده، صح؟